ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده بقى هنعمل معاكم ايه؟ هنعمل معاكم الغدا بتاعنا، وهنوريكم نعمل معاكم ايه، حاجة كده مع بعض. عندنا لحمة اهي، هسخن لها مية بقى، ومحضره لها اللوري، محضره الطماطم والبصل عشان الشوربة. طبعا عايزة حبة شوربة حلوين من اللحمة الجميلة ديت. وهعمل معاكم القلقاس، وهنعمل رز بالشعرية، وهنعمل يلا بينا بقى نعمل كده حاجة واحدة واحدة مع بعض كده. دلوقتي انا هجيب حلة واحطها على النار، مية تغلي عشان اسقط فيها اللحم. المية بتاعتنا غليت، وحطيت فيها بصلاية وطماطماية، وحطيت ورق لوري وفلفل اسمر وحبهان. هقلب بقى كده، وكل ما تعمل بقى ريم كده بالراحة كده نشيله. كل ما تغلي وتعمل ريم على الوش شيليه. هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ هنروح نجيب الرز بتاعنا عشان نعمله. عملنا الرز بتاعنا، انا كنت هعمل رز بشعريه، قالوا لي لا يا ماما اعملي لنا رز ابيض عشان ينفع اللي انتي تعملي لنا فته، ما دام عامله لحمه يبقى تعملي لنا فته. قلت لهم حاضر من عيوني، ورحت جايه حاطه الماده الدهنيه بتاعتنا، شويه زيت ومعلقه سمنه كده حلوين، ورحت حاطه الرز الابيض بتاعنا بعد ما غسلته، وحطيت الملح، وهسيبه بقى كده، والميه بتاعته طبعا على كل كوبايه رز كوبايه ميه. فدلوقتي بقى هسيبه بقى ايه على النار كده لحد ما يتشرب، وبعد كده اوطي عليه. هنغطيه بقى دلوقتي، ونروح نعمل بقى ايه، نعمل القلقاس. نعمل بقى القلقاس. عملنا الرز وعملنا اللحمه، دلوقتي هنعمل القلقاس. هننضفه بقى ونقشره، قلنا اخر حاجه دوت، لان هو طبعا هيتعمل بالشوربه، فالشوربه فين؟ في اللحمه واللحمه على النار. فلما تستوي اللحمه هناخد منها الشوربه ونعمل بيها القلقاس. دلوقتي بقى يلا بينا هنقشر القلقاس. وكده ابتدينا اهوت نقطع بقى في القلقاس بتاعنا، زي ما انتوا شايفين طريقه سهله خالص. بقطع القطعه اللي فوق، وباجي جايه مقطعاه اربع قطع كده، وابتدي بقى اقشر فيه زي البطاطس كده، يبقى سهل معاكي خالص وما ياخدش معاكي وقت ولا اي حاجه. هنكمل بقى الكميه ونرجع لكم تاني. القلقاس اهوت زي ما انتوا شايفين زي الفل اهوت. دلوقتي هنروح نشوف بقى الرز واللحمه بتاعتنا. ادي الرز استوى، واللحمه خلاص اهي قربت تستوي. هناخد بقى الشوربه منها ونعمل القلقاس. خدنا بقى الشوربه بتاعتنا اللي هي بتاعت اللحمه، خدنا منها شويه، ورحنا سالقين فيها القلقاس كده، حاطينه يتسلق، وهنسيبه بقى لما يقرب يستوي كده، عبال ما نعمل بقى ايه الخضره بتاعته السلق وكده، نضربه في الخلاط. حزمه كزبره، وده سلق اهوت. هناخده بقى ايه نغسله حلو قوي، وبعد كده بقى ايه نقطعه ونحطه ايه في الخلاط عشان نضربه في الخلاط. قطعنا الخضرة بتاعتنا، غسلناها حلو قوي وقطعناها الكزبرة والسلق، ورحنا حطيناها بقى وشلنا العروق بتاعتها رميناها، ورحنا حطيناها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي بقى ايه، وحطينا شوية مية عشان تمشي في الخلاط، وهنبتدي نضربها بقى. والقلقاس بتاعنا استوى، ناقص له حاجات بسيطة. نزلت بقى بالخضرة بتاعته عشان يستوي كله مع بعضه كده. هسيبه بقى يكمل سواه، ونعمل له بقى ايه التقلية بتاعته. كده الاكل بتاعنا خلاص كده استوى. ادي اللحمة اهي طفينا عليها، وادي القلقاس، وادي الرز. ورحنا عاملين بقى شوية ايه، شوية صلصة كده عشان لو عملنا طبق فتة. حطينا بقى ايه فصين توم كده حلوين، دقيناهم وحطيناهم حلوين كده. ورحنا جايين حاطين طماطمايه مقطعه حتت صغيره، ورحت نازله بقى بعد ما تسبكوا، رحت نازله بقى بكوبايه عصير طماطم. وحطيت البهارات بتاعتنا بقى، الفلفل الاسمر، الكمون، الشطه. وادي الصلصه بتاعتنا بتاعت الفته كمان خلصت.
يلا بينا بقى نقدم الاكل بتاعنا ده كله، والف هنا وشفا للي هياكل. وده كان غدانا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي.